بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. في معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال. في حد بعت لنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اختي اتجوزت وهي في سنة تانية كلية. في اول الجواز حماتها وجوزها قالوا لبابا مش هنصرف على تعليمها، وفعلا بابا هو اللي كان بيدفع مصاريف الكتب والكورسات، حتى المواصلات. دلوقتي هي اتخرجت وبدأت تعطي دروس انجليزي عندنا في القرية، وبقت مشهورة. طب كويس ما شاء الله. عرفت من ماما ان جوزها بياخد منها الفلوس اللي بتطلع من شغلها، وبيقول لها ان الفلوس دي مقابل انها بتشتغل من وقت البيت، وعامل معاها مشاكل بسبب الموضوع ده. اختلفنا دلوقتي ان انا وبابا شايفين ان الفلوس دي مش من حقه، ده مجهودها وشغلها، ولو هتعطي الفلوس لحد يبقى الاولى لاهلها اللي صرفوا عليها، مش لجوزها. ماما شايفة العكس، بتقول ان الفلوس من حق جوزها. يعني ازاي؟ مش فاهمة. وانا متأكدة ان ماما بتقول كده علشان ما تخربش عليها وتسخن بابا واخويا يعملوا معاه مشكلة. تمام. انتوا دلوقتي منقسمين بقى، يعني قسمين، في انتي وبابا بتأيدوا ان ان الفلوس دي مش من حق جوزها وما هو ما ياخدش منها حاجة، وماما بتقول ان هو عادي من حق جوزها ان هو ياخد الفلوس دي، مفيش مشكلة. واختي مش بتشتكي على كلام ماما، هي بتحكي ليها بس اللي بيحصل. طيب ماشي، الجملة دي مهمة. واختي مش بتشتكي على كلام ماما، هي بتحكي ليها بس على اللي بيحصل. اوكي. يعني الواحد يخلف ويكبر ويربي ويعلم، وبعدين كل ده يروح لواحد غريب على الجاهز؟ دلوقتي انا اختها الكبيرة وعاوزة اقنع بابا يشوف تصريف معاه ويوضع حد للموضوع ده، بس ماما حيشاني، وجوزي بيقول لي ملكيش دعوة، دي حياتهم هم حرين فيها، خليكي في بيتك وعيالك عشان اختك ما تتطلقش بسببك، ويقولوا انتي اللي خربتي عليها. هو فعلا ممكن راجل يطلق مراته عشان مش بتعطيله فلوس شغلها، وده يبقى اسمه راجل اصلا؟ انا عاوزة رأيكم في المشكلة دي، بجد محتاجة تقولولي اتصرف ازاي وامشي في اي اتجاه. طيب بصي، الموضوع يعني انتي مكبره الموضوع قوي ومدياله اكبر من حجمه. يعني مادام احنا دلوقتي مفيش عندنا ناس بتشتكي شكوى جوهريه، يعني لا اختك اللي هي عليها الكلام اللي هي اتعلمت، هي من حيث المبدأ هي دلوقتي لما كانت اتجوزت وهي في تانية جامعة، كان فاضل لها مثلا، يعني هي لو حتى اتكلمنا عن تانية جامعة نفسها وتالتة ورابعة، يعني حوالي 3 سنين بابا صرف عليها. ما هو كده كده كان بابا هيصرف عليها لو احنا استعجلنا في الجواز، ولما جه عريس مناسب قلنا خلاص يلا تتجوز. تمام. هي حبت تكمل تعليمها فكملت تعليمها. سواء يعني الزوج اشترط على بابا ان هو مش هيدفع حاجة في التعليم، ماشي، هو شايف انه ده مثلا مش هو مش مطالب بحاجة زي كده. لو هي كانت هتبقى موجودة لسه عند بابا، كان بابا هو اللي هيكمل تعليمها وهيصرف عليها زي ما صرف عليكي انتي كمان كأختها الكبيرة، انتي اللي بعتلنا. تمام. فمادام هو صرف عليكي وصرف على اختك وبيصرف على بقية الاولاد، فدي حاجة خلاص، دي مطالبة من الاهل مش مطالبة من الزوج. ومادام بابا عملها بطيب خاطر خلاص مفيش مشكلة، والبنت مجتهدة في دراستها وكملت دراستها تمام واشتغلت. طيب يعني احنا مش احنا كآباء ويعني مش طالبين من الولاد ان هم بعد ما يخلصوا تعليمهم ان هم يردوا لنا اللي احنا ده صرفناه عليهم. محدش طلب من ولاده ان هو يعني مين احق. ده سؤال صعب جدا ان انتي تسألي سؤال مين احق ياخد فلوسها ومجهودها وشقة عمرها انها ترجع تديه لبابا تاني علشان بابا هو اللي صرف عليها، ولا تديه لجوزها. هي اصلا ما عندهاش شكوى،
يعني من حيث المبدأ هي اصلا مش بتشتكي، هي بتتكلم مع مامتها وبتقول لها والله الوضع في حياتي فيه 1 2 3 4. شوية جوزها ممكن يكون يعني بيتكلم بطريقة ممكن تكون بتضايقها، فبتفضفض مع مامتها عادي، ولكن الموضوع مش مضايقها لدرجة انها بتشتكي. فمادام هي ما بتشتكيش يبقى انتي إيه اللي هيدخلك؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، احسن خليكي زي ما جوزك بيقول لك، خليكي في حالك وبلاش تتدخلي علشان ممكن يحصل مشاكل. ما دام هي فعلا ما اشتكتش يبقى احنا دلوقتي ما فيش عندنا اصلا مشكله، وفي طرفين بيشتكوا عشان نخش احنا نحكم ما بينهم. فاحسن خليكي في حالك بدل ما تتطلق ويقولوا انت اللي خربتي عليها. وبرضو اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا لنا رايهم ايه، واشوفكم في حلقه جديده. اورفوار.